واخيرا جهزت رغم اني متاخره، بس اكيد اني بروح لعيون ام فهد. المصمم الرائع رامي العلي، كثير شكرا على الفستان، حبيت اللون وحبيت القماشه كثير. صباح الخير. طبعا مواصله من البارح، رجعت من العرس، اخذت شاور، جهزت شنطتي، والحين انتظر هبوش تمر علي ونروح المطار سوا. ما تتخيلون قديش متحمسة لهذه السفرة، وأخيرا ما هي سفرة شغل، إجازة. صحيح إنها يومين بس محتاجة لها من قلب. هبوش تعالي بسرعة بسرعة ولا بيغمى علي من التعب وبنام نعسانة. طبعا وصلت قاعدة تتنطط، ونسيت أقول لكم إحنا ليش مسافرين، لأنه عيد ميلادها اليوم 12/5 رايحين نحتفل. طبعا رايحين نحتفل بعيد ميلادها ببوشة، واخيرا لانه متوعدين انه يوم عيد ميلادها راح نسافر نحتفل فيه بالسيشل. احلى اقتراح في الدنيا. اللي يضحك ان كل موظفين المطار صاروا يعرفوني، واللاونج صاروا يعرفوني، حفظوا وجهي. لا والبيري جوس على طول. الخطوط الاماراتيه المفروض يبيعوني كرسي، مو تذكره، كرسي في الطياره، من كثر ما اسافر ما اتوقع شافوا وجه احد كثر ما شافوا وجهي. الشيء الوحيد اللي لا يمكن يتغير وبطلت اطلبه لان هم صاروا يجيبونه من نفسهم الميكس بيريز، من يشوفون وجهي مقبل على اللونج جابوه على طول. اغرب شيء ان انا ماني حاسه بنوم ولا نعس، كل شيء طار ولا تعب الحمد لله. وهبوش طبعا نمت لها ساعتين. لازم اخبركم بشيء، كل اللي ركبوا الباص كابلز الا انا وهبوش كذا لحالنا، ما لنا داعي داخلين وسطهم. يحسدونا اصلا. اكيد احلى.